ليه؟ ايه؟ ايه ده؟ انت جبتي برضك حاجه من عند امك؟ انت عايز نعمل ايه؟ انا قلت لك مفيش حاجه في البيت عشان العيال. مصممه برضك تعرفوهم ان انا قاعد في البيت ما بشتغلش. والله انا ما اتكلمتش معاهم في حاجه، انا قلت لهم ناقصني شويه حاجات وجبت من عندها كيس رز على كيس فول على كيس عدس كيس مكرونه. طب وتعرفيها ليه ان بيتنا ناقص؟ لا اله الا الله. وانت انا مش عارفه حلك ايه؟ طيب مفيش فلوس، اكل عيالك منين؟ وانت ما نزلت الشغل ومش عايز تنزل تدور شغل ولا تتعب نفسك. اعمل ايه طيب؟ انا على فكره ما عرفتهاش حاجه. انا كل ما هنالك قلت لها محتاجه شويه حاجات وخدتهم وانت للعيال. مش قادره تستحملي على ما اشوف شغل؟ انا مقدم في كذا شركه. ليه؟ معلش في الكلمه، اسيب عيالك جعانين لحد ما هتلاقي شغل؟ ولا اعمل ايه المفروض يعني؟ تعملوا لهم اي حاجه، اعملوا لهم مثلا شويه عدس من اللي عندك دولت، شويه اعملي دمسي شويه فول. والله الدرج فاضي، الدرج فاضي قدامك يعني مش واخد بالك؟ اه، الدرج فاضي، الدرج فاضي. ايه امال انا بحكي في ايه بقى لي 3 ايام؟ عماله اقول مفيش حتى لقمه عيش، التلاجة فاضيه، الادرج فاضيه. غلطانه انا عشان بتصرف بجيب حاجه من امي؟ لا مش غلطان. ولا احسن من بس ما مدي ايدي للناس؟ مد ايدك للناس ليه؟ بس ما تعرفيش تروح تقول اعرف امك، طب انت ما هو انت عارف اللي امك. بتحوجني، ما انت عارفه امك بقى بتمسك انت اللي كل حاجه عليا. بتحوجني، انت اللي بتحوجني. هو مش على يدي؟ ده انا بقعد روحي تروح منك كده ويعدوا. انزل دور على شغل، يعدوا اي شغلانه وبتلاقي شغلانات في مصانع. بس انت لا، اشتغل ارضيه. انا بعد ما كنت بشتغل ايه؟ اشتغل ايه؟ 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 الشغل مش عيب ولا حرام، بس تمشي دنيتك. عشان ماشي. في بيت وراك مسؤوليه، ايجار، عيال، مصاريف، وراك مسؤوليه. مم. وانا المفروض يعني الحمل ما يبقاش كتير عليا يعني، عشان انا فيها اللي مكفيني. حاضر يا هدي. المفروض تشيل عني شويه، ده ينفع حاضر يعني؟ هشيل يا هدي عنك. وهنزل ادور على شغل من دلوقتي، مش هقولك من بكره، من دلوقتي. ان شاء الله اشتغل اغسل مواعين في اي مطعم. أنا من حاضر يا بدري هدي. الكلام ده يعني. حاضر يا هدي. من بدري. لا مش من بدري ولا حاجه، بس مش عايز حد من عندكم يذلني. انت على طول دايما بتشوف اللي مني بيذلك او يشمت فيك، انا مش فاهمه ليه بتفهم من وجهة نظرك انت، او ما هي او انت بتمشي الكلام على ما مزاجك، هو مش اهلك فاهمه ليه. ما هو اهلك ما بيحبونيش اصلا. اهلي اه. ولو امك عرفت ان بيتنا ما فيهوش حاجه هتقول لك اه اللي انت اتجوزتيه، اللي انت اخترتيه، ادي سبع البرامبه. والله العظيم امي ما بتتكلم في حاجه. اه امك. يبقى انت مش عارفه امك بقى. ده انا شفت منها سنتين سواد في ايام الخطوبه، والحمد لله عدوا. انا هنزل اشتغل واشوف اي شغل عشان ما تروحش تمد ايدك لامك تاني. ماشي يا عبدو. عن اذنك. ربنا يهديك. اقول لك ايه بس؟